مباشر. والله هو الحقيقة شيء ما يضحكش، الحقيقة الموضوع اللي نحكيه فيه على خاطر معناتها مش معقول عنا ممثل كرة القدم التونسية الترجي الرياضي التونسي اللي كان يعني ينجم يظهر بمردود مخير في المقابلة اللي كانت جمعته بفريق سان داونز. ذيك الوقت تضاربت الآراء بخصوص الهدف اللي سجله فريق سان داونز حول من يتحمل مسؤولية هذا الهدف، هل هو اللاعب الموريتاني إبراهيم كيتا وإلا حارس الترجي الرياضي التونسي بشير بن سعيد؟ ولو أنه شفنا من بعض التصريحات بعد المقابلة كيفاش باتريس بوميل حكي على الاربيتراج وكيفاش البونتو كان اعتبره كونه فضيحة تحكيمية إن صح التعبير. شوف بشير، قبل الهدف الساعة احنا في البلاتو هذا وقت ربحت الاهلي، لانه احنا في تونس تعرف وقتاش نتكلموا. انا تمنيت عزيز ما تكلمش اليوم في الهزيمه، خاطر ريت الفريق هذا نفرضوا ما صارتش الغلطه، هي تكهنات معناتها ما فماش فرق بعيد، ونفرضوا صار هدف تاع دانو دخلت وفات واحد بيلانتيات شد بشير بن سعيد بيلانتيات. زعما فما واحد في البلاتو يتكلم على الانتدابات ويتكلم على سوء الاختيار حكينا قبل بقبل لا دقيقه. اي احنا حكينا هوني، ايش نحكي لك انا تو؟ انا باش نرجع للكلام حكيناه. انا في الترشح تاع الاهلي قلت لازم تحط سقاف القاع العباد ولد تسب، راهو ماهيش الاهلي الكبيره وقتها ميمه مش السيد هذا، وقت السيد هذا في الاعداد مازال ما تلانسيش. قلت بعثت عنوان اخر قلت انا هنايا في البلاتو يا سي عزيز ومعايا وميمه، وجاوبتني وميمه هاي تتذكر، قالت لي راهو سان داونز ما تفرش. قلت لها ما تفرش، اما راهي تعرف تربح. نعرفش عزيز معايا ولا شكون نهارتها. وقلت راهو من بعد الطرح بتاع الاهلي، خاطر الاهلي كي تاخذوا ما فماش مانيير دو جو نتاع الترجي. نقول لك علاش ما فماش، توا ولات الافريق باش تفهم روحك. الشامبيونات بتاع تونس، الشامبيونات بتاع تونس تحب تفهمها كي فريق من تونس ترجي ولا غيره ما ترش كوب دافريك، كي يمشي لك الافريق كي ينجح عرف النيفو نتاع الشامبيونات باهي. معناتها راه ورد بالك الاسبيرونس وليتوال ومعناتها كي كانوا في الشامبيونز ليغ كانت ريفيرونس نتاعهم الاهلي ودون لو طون الوداد تو ما توليت مع جمعيات من المالي وما درا شنيا، والليتوال تاعهم غادي والكلوب تاعهم منا. معناتها النيفو نتاع الشامبيونات حكينا عليه، وحكينا زاده في البلاتو هذا على جانب بتاع الترجي، وقلنا اللي يعملوا لا ديفيرونس في الفوتبول في العالم هما الاجانب. وبراهب بما نبداوش نحكيو في لغه اللغه نتاع الاجانب الباهين ما يدخلوش لتونس وما عادش نخلطوا عليهم لا، كي تنقب تلقى كيما لقيت اقبلوا هكا ولا صحيح، ما كان جبته ولقيته ما يعرفوا حد صحيح، تشبته الترجي كيما راك نجم تجيب غيره. هاو القيمه التسويقيه نتاعو طلعت في تونس كي لعب في الترجي، كما جاش الترجي ما طلعش. لكن الاجانب الاخرين تكلمنا عليها لا بتحكي على اساس اعطيني بالله بالتاريخ اساس شعمل في الترجي. كي تقول لي البلايلي نقول لك البلايلي ما تنجمش واحد يجي يقول البلايلي ما عملش. معناتها انت كي باش تجيب شنو نروحوا ليش شنو امشي انت لا ما لعبت في اللايف سي عزيز نقعد انا وياك كوندكتور قدامك تو نكملوا الحصه وهما خلي يمشيو حتى الخبار تنعديو واحد. فهمتني خويا العزيز؟ معناتها كي حكينا على جانب يا سي عزيز تلاقي انت على قليل لقيت وحدك تقيد وحدي تقوى تجيب حذانا الاجانب كي حكينا عليهم يا سي عزيز، كي حكينا على الاجانب قلنا راهم متوسطين تاع تونس كامله راهو ونجم تخرج لي كعبه زوز تو بالنسبه للنومبر تمشي يلعبوا في الشامبيونات على قد ماهوش مسموح للترجي بتجيب اجانب على قد، لانه انت تو قلت السرميه موجوده الكاسه موجوده. باهي شنو اللي عمل الفارق في الملعب؟ الاجانب. قلنا لا تذكرش ولا باش تقول لي انت والله تتحسر من حق الجمهور ويحب حتى جمعيته متوسطه ويمشي لبعيد، والجمهور اللي يمشي هذاك زاد ماذا به يربح تنزل جوفانتس يمشي يسافر هكاك، تنزل ضد ليفربول باش يمشي هكاك ويغني ويحب يربح. لكن فما الواقع فما القلب، انا نحكيو على الواقع تو. بطوله الريتم نتاع البطوله التونسيه هذاك هو، راه هذاك شي خرج كي تخرج برا تونس هذاك شنو النتيجه اللي تلقاه. وانا نقول لك الترجي معناتها خلطت للدومي فينال، خلطت محسوب للدومي
البارح كي تتفرج في مباراة اسفية. اي ولا غالب شكري ما ترشحش العاصمة. ريتم هايك واحد كوب لا كاف معناتها ريتم يفجع ما بين اتحاد العاصمة واسفي اللي هي اسفي اول مرة تترشح للكوب دافريك مي فما كاليتي حتى لي لوكوم تاع تونس مازلت توا عزيز يتفرجوا واحد فلتة نحكيو عليه تيكي جيني كعيبة نقعد نحكيو عليه 10 سنين وهذاك مش وقته تو الكلام لانه فيه البنيه التحتيه والسونتر دو فورماسيون اللي بالفلوس و اللي يخرج في اللاعبين لكن المباراه هذه فما مردود باهت بصراحه ما نعرفش توافقني عزيز ولا معك معناتها نعطيك حاجه اخرى حتى التصريح تاع المدرب بصراحه بدا يخرج على الخط لانه كي تقول هذيك مش بيلانتي ساعات راهو نخرج نقولوا هذيك بيلانتي تقول لا راهو هو الفوتبول سبور دو كونتاكت نرجع لسؤالك انت تو انا نقول لك من لا ريدروا مش من الحارس حتى هو يجبد لك الحارس يطلب لك ما تعطيش العب فير لافون عمرك ما تلعب كره التالي اي سورتو الحارس ما يشدش بيديه واعطيها له سيك ما سهلوش وهو يلعب باليسار بشير بن سعيد اللي قال لك الى تومبوريزي حب يركح واحد نورمالمون حارس شوف بشير الكره راهي صحيحه الكره المراه راهو الان الحارس وقتاش تلوموا في كوره في وسط هجمه في وسط لعبه بالاريتي واقفه بالاريتي بالنسبه لي انا توش واقفه باش تلعبها للجارديان ما عندوش حق يسبي دي راه عنده ولد برسالي عمل عليه البريس هذيك وموا كي تعطيه له البسيم تاع الكره كي تلعب توش ديما تلعب لقدام بالطويل واغلبيه الحراس بتاعنا في تونس واحد ولا زوز يعرف يلعب سقي رامي جريدي معز حسن معز بن شريفيه صحيح التو مازال يلعب سقي ما هذم يلعبوا بسقيهم مليح وتزيد تعطيه له على ساقه الخاطيه باش يقعد هو يدور ويلوج ميس مش خايب بون انا باش نحكي لك توا تيت روبوزي شنو كان نجم يعمل الجول والله كنا صغار نعملوه كي تخسر تخرج للتوش بيع لا هو نورمالمون كي تخسر هذيك راه ضربها كورنير كي هو كوفر بدنوا معاه وراي خرجت الكره تمشي كورنير خير لكن فين الترجي ما لقاتش روح توا انت ماشي واحد شيء ويساعدك تهز الطرح باللوجيك بسيشيك تهز الطرح ل 80 دقيقة وماهيش مخترب بالدرجة سان داونز بعد ولات هو كان ما جاتش يمكن الغلطة هذيك البونتو اللي قضى عليهم سور لو بلون بسيكولوجي اي تنجم تكون باش نقول لك عليه الغلط الانديفيدوال اش تعمل ماتش اخر هو باللوجيك فيزيونومي اخرى صحيح حتى تهزها ل 80 صفر سي اوتوماتيك الادفرسير باش يوخر التالي وباش تولي فافوري عليه ما يكون مستواك حتى ماكش اون فورم ماكش اون تريبون ايتا راك انت باش تبريسي عليه وباش تعمل عليه الهجمات حتى بالفريق هذاك وانت جربت التشكيله بتاع الذهاب يا عزيز بساس وش اسمه بوعايله كيفاش تعودها هذيك هيك خرج ونسمع فيه مقبل كيف انت والله سمعته تو بكرب والله قاعدين نخدموا يدير الجمهور ما يحبش الخدمه برشا في جو النادي كله دخلنا زوز 19 واحد 17 كيفاش تحكي؟ ليش معناتها الجمهور كي يبدا متغش عليك كي يسمع هذا يقبل يقول لا والله عنده الحق او يطلع لنا في الليجون الناس راهي تمرض على جمعيتها بالحق راهو الناس تمرض راهو انا نعرف وقريب للناس كل وجمعيه الكل راهي الناس تمرض والحاله اللي باش نحكيو عليها بتاع النجم الساحلي زاد وين خلطتك الحاله هذيك هذا المرض اللي موجود في الكره عندنا مده يمس حتى في النوادي الكبرى ولازم العباد تعرف مش الفلوس هي الكل هاي ترجي ميسوره الحال مش الفلوس هي الكل باش تنجم توصل لنيفو عالي وبعيد لانه في الافريق كلهم قاعدين يربحوا وقاعدين يقدموا فاش انا مانيش مع عزيز في اللي قالوا على القيمه التسويقيه سي عزيز كل عام في الكوب دي موند السعوديه ربحت الارجنتين ما هوش فرق قيمه تسويقيه على 90 دقيقه فيش قيمه تسويقيه فهي عندك ما عندكش يا عندك ما عندكش على جوارات بتاع قبل على ماتش برك ما تنجمش تحكم لا يا عندك ما عندكش دانوكا دخلته اللي بالراس دانوكا دخلته بالراس وماشي ساكه كيك بالقوه ذيك وما ضربش ربحت الارجنتين هزت الكوب دي موند كي ربحت لا نحكيو على ماتش عارف قلت لك نحكيو على ماتش اللي هو هذا ماتش برك شوف الدومي فينال فيه اي ماتش هو ما توفقناش ما نوليو نحكيو على قيمه تسويقيه وقت اللي روتور فيه 4 ميتون هكا ولا الميتون الاولاني ترجي مش ممتاز الثاني مش ممتاز اللي هما هذوما زوز بتاع لالي الثالث اهم ميتونات والرابع احنا قلنا كنت انت تنجم في 0-0
تلعب فيك تعرفش تحس الترجي في المباراه هذه، تحسها في النص ساعه الاولى يا ويلها تزرب تحب تماركي، يا ويلها تحب تكوفري التالي، وانت تحب ولا تكره، ما عندكش اللي في تونس مع الناس اللي زكسوك تطمن بهم، تتفرج فيهم في نيجيريا في غانا في الكوت ديفوار تبدا شيخ عليهم، تبدا مطمن حتى في الديوال تبدا مالغري راهو الموريتاني راهو بصراحه انا ما نعرفش يظل لي المدافع الايمن العصري معناتها اي ما زاد يطلع ويخلي ظهره يعمل لك ماتش باهي وروندمون نقول لك علاش ما فماش جمله نقول لك علاش لازم تسال خالد بدره ولا جعايده ونسبي في الترجي اللي زاري دروا وقت طارق ثابت يطلع ولا حكيم نويره من الغادي ولا كي كان اي وقت اللي كانوا لي زاريغوش ولا بعد يخلد شمام ويلعب معاها لي زاكسيو وليد الهيش رانا نحكي على الترجي برك وقت يقول له اطلع وش يهمك هذه بلغتنا الكره يطلع اي بيان سور خاطر الاكسال منه عنده الدويل منه يحسن من توا الديفيونس تظهر في البلايص الفارغه والتكتيك اللي يحكيوا عليه المدربين راهو ما ينجح كان بوقفه اللاعبين وبجريه اللاعبين الصحيح بالوقفه والجريه او موفمون. توا شنو هي اخرتها في رايك انت؟ سي بون توا لي دي سون جوتي ليسبيرونس خرجت من الكومبيتيسيون نتاعها ليغ دي شامبيون